ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. شوفوا المشهد الجميل ده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بيته وبين أهل بيته. مين الذي اتصف من صحابة رسول الله بالحياء أكثر واحد؟ سيدنا مين؟ شوفوا كده الحياء بتاع سيدنا عثمان. هذا هو رجل ذو النورين صاحب هذا اللقب لأنه تزوج أم كلثوم ورقية، وتوفيتا في حياته الأولى الواحدة تلو الأخرى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لدينا ثالثة لزوجناه. قاعد في البيت سيدنا النبي، دخل سيدنا أبو بكر سلم رد السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ، وبعدين دخل سيدنا عمر فرد السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ، فدخل عثمان فاعتدل صلى الله عليه وسلم من جلسته، فقالوا له يا رسول الله دخل أبو بكر ودخل عمر وأنت متكئ، ودخل عثمان فاعتدل، فما الأمر يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة بتستحي من سيدنا عثمان، والمجتمع بيستحي من أفعال بنات المسلمين. حاجة بقت يعني إيه إلا من رحم الله، حاجة تكسب وتجيب الخجل، وربما تجلب العار. تصرفات بعض البنات وبعض السيدات وبعض النساء، لا، لابد للمرأة المسلمة بداية أن كانت فتاة مثلكن أن تحتذي وتقتدي وتتأسى بسيدات بيت النبوة وببنات رسول الله وبأمهات المؤمنين حتى يرتقي المجتمع بأمثالكم. أشكر لكم حسن استماعكم، كل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن سيلقي الكلمة الثانية سفير القرآن الكريم الدكتور خالد محي الدين الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حيا الله هذه الوجوه الطيبة، حيا الله إدارة معهد الفتيات وفضيلة شيخنا الدكتور كرم عبد المنصف القاصي. وما قاله يعني في حقي هذا يعتبر مبالغ من الشيخ ومدح، وأستاذ يعني بيحكي عن تلميذه. أنا مش هطول في الكلمة إن شاء الله. أنا لو عاد بيا الوقت، يعني لو رجع بيا الزمن، فأنا كنت أتمنى أن أنا أكون من طلاب الأزهر. يعني لو عاد بيا الزمن أنا كنت نفسي أكون من طلاب الأزهر، ولكن ما كانش في فرصة. يعني أنا فكرت في أن أنا أدخل الأزهر الشريف وأنا في ثالثة إعدادي، وما كانش قدامي غير أن أنا أرجع أولى إعدادي، والموضوع ده كان صعب، فكملت. وطبعا اساتذتي كلهم من الازهر، حتى اساتذتي اللي في الحرم كلهم اتعلموا على ايادي من اساتذه كبار من اساتذه الازهر الشريف. انا النهارده مش هقول غير بعض النصائح. بنات يستمعون لو سمحت، اسمعوا يا بنات، اسمعوا يا بنات. يا بنات اللي ورا اللي بيتكلم ويحكوا، النصائح الذهبية دي مش هتلاقوها في أي كتاب ولا في أي مرجع ولا على النت ولا على الفيسبوك ولا على تويتر ولا على أي مكان، هتلاقوها عند الدكتور خالد بس، علشان تبقوا سفراء للقرآن. أولا الدين الإسلامي لا يأمر المسلمين أنهم يكونوا حفاظ للقرآن الكريم فقط،
يعني ما يكونش دورك وهمك وان انت تحفظ القرآن فقط، لا. الإسلام والدين يأمرنا ان احنا يعتبر نحتاج للطبيب ونحتاج للصيدلي ونحتاج للمهندس ونحتاج للبائع في جميع العلوم، تمام؟ وكذلك نحتاج إلى الضابط وإلى المعلم وإلى الكيميائي وإلى الأخصائي في جميع المجالات. هذا أولا. يبقى أول حاجة أنتوا كطلاب الأزهر لازم يكون عندك هدف في حياتك. لو أنت هدفك إن أنت تخلص دراسة وتقعد في البيت فكده أنت تنظر إلى الأدنى، تمام؟ يبقى أنت كده كطالب ما عندكش هدف. ده رقم واحد. رقم اثنين، حفظ القرآن الكريم يا شباب مهمة عظيمة، وأنا بشكر كل الناس اللي هي ما شاء الله بدأت في الحفظ. ما شاء الله في ناس ختمة قدامي سواء كان من طلابي أو من طالبات أخرى، وما شاء الله في ناس بدأت في مسيرة الحفظ. لو أنت بدأت في مجال حفظ القرآن إياك أنك ترجع، لازم أنت تكمل. دي أهم نصيحة. لو دخلت المجال القرآني إياك أنك ترجع. عارفين لو بدأت تحفظ القرآن ورجعت يعني ربنا مش عاوزك. ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي مين؟ بيصطفي أهل القرآن، صح؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إيه؟ من عبادنا. لو أنت بدأت تحفظ جزء واثنين وثلاثة وأربعة، أنا أعرف ناس وصلت للجزء 29 وانقطعت عن القرآن لحد نهاية حياتها. ربنا مش عاوزهم، ربنا استبدلهم. عارف يعني ربنا استبدلك؟ أنا النهاردة قاعد عشان القرآن ولا قاعد عشان دكتور صيدلي؟ لا، قاعد عشان القرآن، صح؟ ممكن بكرة بعد ربنا يستبدلني، الله أعلم. صح ولا مش صح؟ كتير جدا على فكرة من المطربين كانوا حافظين القرآن وبعدين ربنا خلاص ما عاوزوش، هم اللي ضيعوا طريقهم. فأنت لو دخلت مجال القرآن كمل، ده رقم واحد. رقم اثنين، لما تبدأ حفظ القرآن اختار الناس المتقنين، ما تختارش الناس اللي هم بالمظهر. انتوا تعرفوا ان النبي هو مين اللي علم النبي القرآن؟ انتوا تعرفوا ان في معلم تاني للنبي غير سيدنا جبريل؟ من الذي علم مين اللي علم النبي سيدنا جبريل، صح؟ طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم له معلم تاني على فكرة. مين بقى غير سيدنا جبريل؟ انتوا تعرفوا ان في واحد من الصحابة ربنا امر النبي يروح يقرأ عليه القرآن. طب ازاي؟ دي غريبة. هو القرآن نزل على مين؟ على النبي، صح؟ ما نزلش على الصحابة، نزل على النبي. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. سيدنا أبي كان من أتقن الصحابة للقرآن وللإقراء ولتعليمه. فذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الكلام ده، إلى سيدنا أبي بن كعب وطرق عليه الباب كده. فاتخض سيدنا أبي لما وجد النبي. فالنبي بيقول لي لسيدنا أبي: إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فسيدنا أبي كده جات له صدمة، يعني إزاي أنت النبي والقرآن نزل عليك وجاي تقرأ على واحد زي أنا؟ فقال له إيه؟ الله سماني لك، يعني ربنا قال لك على اسمي. قال: الله سماك لي. فبكى سيدنا أبي بن كعب بكاء شديدا وقال: أنا الذي سماني ربي. ده بقى دور إنك تختار معلم متقن ليك. خلاص؟ دي نصيحة رقم 2. رقم 3، بحفظك للقرآن أنت بترفع من شأن يعني أبوك وأمك يوم القيامة، صح؟ مش الأب والأم يوم القيامة بيجوا ويلبسوا إيه؟ أيوة، فهم بيسألوا: بما كسينا هذا؟ انتوا الملائكة لبستونا اللبس ده ليه؟ اشمعنى احنا يعني عن باقي الناس؟ فيقال: بأخذ ولادكما القرآن. النقطة رقم 4، أن الله عز وجل يوم القيامة، السؤال بقى: مين اللي هينادي على الناس يوم القيامة؟ لما الناس كده، لما يعني تقوم القيامة، مين اللي بينادي على الناس؟ عشان خلاص الحساب تنادي الملائكة، صح؟ تمام. إلا أهل القرآن ينادي عليهم ربهم. ربنا هو اللي بينادي علينا: فلان ابن فلان، خلاص، وتبدأ بقى يبدأ الحساب. ولذلك من القصة المعروفة بتاعت حمزة ابن حبيب الزيات، وهذه يعني رؤية كانت حقة. الإمام حمزة في يوم من الأيام كان في غرفته،
واسمعوا عشان تعرفوا بس عظمة أهل القرآن. فدخل عليه تلميذه، لقي سيدنا حمزة حاطط وشه في التراب في الأرض. فتلميذه بيقول له: يا إمام بالله ماذا تفعل؟ أنت بتعمل إيه؟ فقال: والله لقد رأيت البارحة رؤيا وكأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن، جمعوا أهل القرآن كلهم. فسيدنا حمزة قاعد في الرؤيا بيحكي، بيقول: أنا قاعد كده وسط زحمة من أهل القرآن، وطبعا أكيد مش هينادوا على اسمه، وإذا ينادى على سيدنا حمزة: أين حمزة ابن حبيب الزيات؟ فسيدنا حمزة بيقول: لبيك داعي الله لبيك. فراح رد عليه واحد من الملائكة قال له إيه؟ قل لبيك اللهم لبيك، ده ربنا اللي بينادى عليك مش إحنا. فربنا نادى على سيدنا حمزة وقال له أول سؤالك، عشان تبقوا عارفين إحنا كأهل القرآن أول سؤال بتسأل إيه؟ يا حمزة على من قرأت القرآن؟ فأنت بقى لو ليك خلاف مع الشيخ بتاعك، ولذلك في زماننا الآن الطالب بيحفظ عند شيخه ويطلع بره يلعن شيخه، وهذا من على فكرة هذا من سوء الأخلاق. أنت يوم القيامة هتسأل عن شيخك. يعني ربنا سبحانه وتعالى أول سؤال سأل سيدنا حمزة قال له: يا حمزة على من قرأت القرآن؟ قال له: يا حمزة على من قرأت القرآن؟ فبدأ سيدنا حمزة يسرد. تمام؟ فبدأ سيدنا حمزة يسرد الإسناد، بدأ يقول إن أنا قرأت على كذا وعلى كذا، بيقول أساتذته لحد ما وصل إلى النبي. فقال ربنا بيقول لسيدنا حمزة: على من قرأ محمد القرآن؟ قال: على جبريل. قال: على من قرأ جبريل؟ فسيدنا حمزة سكت، عايز يقول على رب العزة بس هو مكسوف الآن، فقال: على رب العزة. فربنا بيقول لسيدنا حمزة: بل قل أنت. فقال: ما كان لي أن أقول أنت، مفيش حد يقدر يقول لربنا أنت. فقال: بل قل أنت. خلاص سيدنا حمزة الآن ربنا بيأمره، فقال: أنت. فقال: يا حمزة اقرأ. فقرأ سيدنا حمزة من أول سورة النساء حتى وصل إلى سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده. فقال: يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ قال: بلى يا رب، أنت القاهر فوق عبادي. فشوف بقى ربنا بيقول سيدنا حمزة: فأوتي بزبرجد أخضر. الزبرجد الأخضر وهو عبارة عن مسك لا يوصف من بشر ولا من ملائكة، محدش يقدر يوصفه. فربنا كده راح مسح على سيدنا حمزة فقال له: يا حمزة والله. شوف بقى ربنا شوف بقى الوعيد أو الوعد الرباني، لا أقول الوعيد لما أقول وعد الرباني. ربنا بيقول لسيدنا حمزة إيه؟ يا حمزة أهل القرآن هم أهلي، لا أعذبهم أبدا، ولا أعذب لسانا تلا القرآن، ولا عينا نظرت إلى القرآن، ولا قلبا وعى القرآن. يا حمزة أهل القرآن هم أهلي وخاصتي. ثم استيقظ سيدنا حمزة. شايفين بقى المقام بتاع أهل القرآن؟ يعني مقام عظيم جدا. علشان كده أنا جئت اليوم بصحبة أستاذي وفضيلة الدكتور كرم، وللعلم الدكتور كرم الجوصي كان له فضل كبير جدا علي في مشوار القرآن، حتى في المنحة. أنا الحمد لله رب العالمين هذا العام في عام 2023 أنا ترشحت ضمن 250 طالب على مستوى العالم لكلية الحرم النبوي. احنا كان عددنا 1500 طالب على مستوى العالم من جميع الدول، وبعدين التصفيات المرحلة الثانية وصلت ل 427 طالب، ثم المرحلة الأخيرة كنا عددنا 227 طالب. والكلام ده كله موجود على تويتر، يعني الكلام ده على موقع الحرم. الحمد لله رب العالمين أنا كنت الوحيد اللي هو من الصعيد، وأنا معايا زميل تاني ليا من مصر من بحري. يعني احنا الممثلين لمصر في كلية الحرم النبوي في قسم القرآن الكريم وعلومه. وطبعا فضيلة الدكتور كرم كان له فضل عليه كبير. الامتحان كان صعب بتاع المنحة، الامتحان كان في التفسير وفي الحديث وكان في القراءات وكان في جميع علوم القرآن. طبعا الدكتور كرم أنا ما كانش بينام بسببي، ليل نهار بيحل معايا امتحانات وأسئلة وينزل لي كتب ومراجع. والحمد لله رب العالمين الاختبار الأول أنا كنت حاصل فيه على 98% بفضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى ثم فضيلة الدكتور كرم.
وبفضل دعمه طبعا وصلت للمرحلة النهائية في المنحة، وأنا الحمد لله الآن يعتبر الحمد لله الوحيد في فرشوط وفي قنا في الصعيد اللي طالب مسجل في كلية الحرم النبوي. وأتمنى إن شاء الله إن أنتوا يعني كل حد منكم يكون له هدف في حياته. وقبل أن أختم كلامي، أنا دايما عندي شعار كده خاص بيا دايما بكتبه، أي كراسة معايا أو ورق أو كشكول أو حتى في مرة كتبتها في المصحف، في شعار كده دايما أنا ماشي بيه ومعلقه عندي في الغرفة. أول ما أصحى من النوم ببص عليه، وقبل أن أنام ببص عليه. إيه الشعار ده؟ الشعار ده اسمه قف على ناصية الحلم وقاتل. يعني إيه؟ يعني أنت بالنسبة لك الحلم ده عامل زي الشارع، فأنت واقف على الناصية بتاعت الشارع كده وبتقاتل من أجل هذا الحلم. وختاما، إياكم حد يا شباب يحبطكم. يعني ايه؟ يعني محدش او بنات، ماشي، شباب وبنات واحد، ماشي. اياكم حد يحبطكم، يعني اياك حد يقول لك انت تحفظ القران ليه؟ هتستفيد ايه؟ ولما تروح الجامعه هتستفيد ايه؟ ما شاء الله احنا عندنا من الطالبات المتفوقات اروى ما شاء الله، وهي بتغزو المحافظه والجمهوريه في المسابقات وما شاء الله واخده اجازات. انت لازم تنطلق، يعني انت ما تبقاش قاعد مكانك، انت لازم تروح. انا لما سافرت المدينه ما حدش قال لي تعال وديك الحرم، لا، انا بدات ابحث. وعلى فكره اول واحد سالته من اصدقائي فبقول له انا عايز اقدم في الحرم، قال لي لا صعبه، مش بيقبلوا اي حد. فانا رحت عملت ايه؟ سمعت كلامه؟ لا طبعا، طنشت كلامه وانا رحت وقدمت الورق بتاعي وعملوا لي المقابله الشخصيه والحمد لله نجحت في المقابله. وبعد شهرين بيقول لي ايه ده انت نجحت؟ قلت له انا سمعت كلامه، كان زمان اللي رحت الحرم ولا رحت اي حاجه. انت ليه تسمع كلام حد؟ انت يكون عندك هدف خاص بيك. من اليوم كل واحد منكم يعيد اوراقه من البدايه، وانت على فكره تقدر تكون مجتهد وتشرف الازهر في المجال العلمي والقراني او المجال الادبي، عشان مش معنى كده ان الناس اللي في ادبي يبقى خلاص، لا، ناس كتير جدا ربنا بيكرمها. انا كنت مبسوط النهارده ان شفت طالبه معاها كتاب ما شاء الله روايه تقريبا، و يعني ما شاء الله يعني بيألفوا، ودي حاجه كويسه. طبعا انا بعتذر ان انا اطلت في الكلمه، ولكن انا مبسوط بالاصوات اللي سمعتها، ما شاء الله اصوات جميله. والاصوات دي انا مش بسمعها في الحفلات بتاعت فرشوط، ما اعرفش ان الاصوات دي مدفونه. واتمنى ان انتم تدوني اساميكم، انا هدعمكم، وانا ان شاء الله بقدم دعم الكامل بعد اذن فضيله شيخنا الدكتور كرم. اي حد من حفاظ القران في المعهد يحتاج اي حاجه ويحتاج اي دعم، يعني مثلا هو عاوز مدرسه قرانيه كويسه يحفظ فيها، هو عنده موهبه عاوز ينميها، انا خادم لكم. وتقدروا انتم تسيبوا ارقامكم او ارقام التواصل بتاعتكم او اولياء اموركم مع طلابي. ما شاء الله عندنا هنا مجموعه كتير جدا من طلابي، مريم وعثمان واروى برضه ما شاء الله تبعنا ورضوى. تقدروا تسيبوا حتى ارقامكم مع الشيخه، وانا بقدم دعم الكامل ليكم. والاصوات الحلوه دي انا اتمنى ان شاء الله، انا بوعدكم اهو دلوقتي ان شاء الله انا الفتره القادمه ان شاء الله انا عندي حفل تخريج حفاظ القران الكريم. دي هتبقى حفل تخريج من طلابي الدفعه السادسه والسابعه، وعدد الخريجين 100 حافظ ومجاز القران، وهو الرقم الاعلى يعتبر من حيث ارقام الخريجين في برشوت. وان شاء الله انا بوعد الطالبتين الاصوات الجميله دي اللي انتم معايا في الحفله هتنشدوا ان شاء الله، ولكم تكريم باذن الله. وانا سعيد اني كنت معاكم اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والآن سوف نبدأ في تكريم حملة كتاب الله الطالبة مين مش مصور؟
بسملة حمدي السمان. الطالبة الفاطمة نورسين إيهاب عبد الستار. إلى الطالبة الفاطمة مريم محمد علاء الدين. مين يستلم حد عنيها؟ تعالي نستلم. إلى الطالبة الفاطمة نهى سراج الدين محمد. الدكتور خالد محي الدين الباطل. إلى الطالبة الفاطمة سناء محمد عبد العزيز. إلى الطالبة إسراء أحمد إمام. واحنا بنشكر الاسماء اللي فضيله الدكتور كرم بعتها لي بالامس ورشحتها الشيخه طبعا، وطبعا برضه في بعض الاسماء رشحتها زميلتكم مريم ابو سنان ان شاء الله رشحت 12 اسم. طبعا كل الاسماء دي احنا بنكرمها اليوم، فالمفروض اعتقد منهم تقريبا نورسين والاسماء دول ان شاء الله موفقين يا رب ان شاء الله. فما تنسوش تشكروا المعهد وزميلتكم ان شاء الله. إلى الطالبة لقاء عبد الناصر أبو الحسن. إلى الطالبة جهاد محمود محمد. إلى الطالبة رضوى سيد محمد الشيخ. إلى الطالبة رحاب أحمد حمدي. إلى الطالبة مريم محمد فخري أبو سناء. إلى الطالبة رحمة عبد الرحمن موسى. إلى الطالبة ريم كرم عبد الغفار. إلى الطالبة نهى أحمد عبد الله. يسلمها الدكتور خالد محي الدين القاضي. إلى الطالبة ياسمين عبد الباري مساعد. إلى الطالبة رقية محمد عبد يسلمها الدكتور خالد القاضي.
الطالبة مريم عزت إسماعيل عبد القادر. إلى الطالبة شهد أحمد سلطان يسلمها الدكتور كرم القوسي. إلى الطالبة جهاد محمد إبراهيم يسلمها مديرة الإدارة أمل. إلى الطالبة عروة أيمن محمد يسلمها الدكتور خالد محي الدين القاضي. إلى الطالبة شروق عمرو محمود عمرو يسلمها مديرة الإدارة الشيخة. إلى الطالبة شيماء صلاح أبو زيد أبو سحني يسلمها الدكتور كرم القوسي. إلى الطالبة هاجر كامل عبد النعيم السايق الشيخ الدكتور خالد محي الدين القاضي. إلى الطالبة إيمان أحمد عبد اللطيف يكرمها مديرة الإدارة الشيخة أمل. إلى الطالبة أميرة جمال كامل يكرمها الدكتور خالد محي الدين القاضي. إلى الطالبة إسراء جابر حسن يكرمها الدكتور كرم القوسي. إلى الطالبة أسماء عصام عبد الفتاح يكرمها مديرة الإدارة الشيخة أمل. إلى الطالبة بدور جابر عبد الفتاح تمران يكرمها الدكتور خالد محي الدين القاضي. إلى فضيلة الدكتور الشيخ كرم عبد المنصف القوسي. إلى فضيلة الشيخة بسمة محمد أمين القاضي. حي فضيلة الشيخة بسمة لا
أحد فتيات بغشور الأستاذة أميرة إبراهيم عبد الشافي. حلوة بدل ما تلفتكم